السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا في الصورة اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مادلين او كب كيك مذاق القهوة والشوكولات اللي كيجيو رائعين الصراحة، كيستحقوا التجربة. غادي نبداو على بركة الله. المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. عندي هنايا 2 بيضات بحرارة المطبخ، كنضيف عليهم نص كاس ديال سنيدة. ممكن تضيفوا كاس على حسب نتوما الحلاوه اللي كتعجبكم، واش ناقصه ولا زايده. بالنسبه لي انا نص كاس راه كيجيو هما هادوك، يعني ما كنبقاوش ناكلوا غير الحلاوه. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى كتذوب لينا سنيده، وكيطلع لنا داك البيض مع سنيده وكيولي عندنا الخليط ابيض. هاد العمليه هادي كتساعدنا باش كينجحوا معنا لي مادلين ديالنا وكيجيونا خفاف وطالعين. صافي كيولي عندي هنا واحد الخليط اللي هو كريمي، وكنحبس من التطراب. دابا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، وعندي هنا كاس الا ربع ديال الحليب اللي غادي نضيف عليه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نحركها مزيان. صافي ونضيفها على الخليط ديالي. صراحه كتجي النسمه ديال القهوه مع الشوكولات كتجي رائعه بزاف. صافي كنستمر في الخلط ديالي. من بعد غادي نضيف النواشف. عندي هنايا نص كاس ديال كوبيل، كنضيف عليه واحد الساشي ديال الكاكاو. الصراحه هذا المزيج ديال الكاكاو الحلو مع الكاكاو المر كيعطي واحد المذاق زوين لهاد لي مادلين ديالنا، وكيجيو حتى معلكين كيجيو زوينين بزاف. هنا غادي نخلطهم باش ينسجموا ليا مع الخليط الاول. صراحه طالعه الريحه ديال القهوه مع الريحه ديال الكاكاو رائعه. من بعد غادي نضيف هنايا الدقيق. عندي هنا الكاس الاول. دائما مع نغربلو، ضروري نغربلو الدقيق ديالنا. صافي من بعد ما كنخلط الكاس الاول مزيان كنضيف هنا الكاس الثاني، وكنضيف كذلك 2 خمارات حمر. صراحه هاد لي مادلين هادو راه كيجيو خفاف وكيجيو قطنين من الداخل، معلكين، والمذاق ديالهم يعني كيجي زوين بزاف. هانتوما القوام ديال الخليط ديالنا. هنايا استعملت انا 2 كيسان ديال الدقيق فقط، وفي الاخير كنضيف معلقه ديال الخل. صافي هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، يعني ما ثقيلش بزاف وما خفيفش بزاف. صافي هنا من بعد غادي نجيب الكويغطات اللي غادي نعمر فيهم لي مادلين ديالي. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، التعليق ديالكم اللي كتشجعني اكثر اكثر، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. وكنقول للناس القدام مرحبا بكم والف مرحبا، وكذلك الناس اللي عاد التحقوا بالقناه ديالي جداد حتى هما كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. وكنتمنى هاد الوصفات اللي كنحضر معكم يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم.
صافي هنا من بعد درت شي شويه ديال الشوكولات ديال الدهن في الوسط، وكنحاول نغطيها هكا غير واحد شويه. في هاد اللحظه هادي راه الفران عندي شاعلاه من الفوق ومن التحت، يعني الفران خصو يكون عندنا سخون مزيان مزيان باش هاد المادلين ديالنا كيتنفخوا وكيجيو طالعين. وفاش كندخلو لي مادلين ديالنا يطيبوا كنخليو الجهه الفوقانيه شاعله، ولكن كنقصوها عافيه مهيله، غير كنشوفوهم بداو يطلعوا لينا كنطفيوها، ما كنخليوهاش شاعله بالنسبه للفرن الغازي. صافي من بعد كنخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيتحمروا لينا من التحت، عاد كنعاودو نحمروهم من الفوق. هنايا زينتهم بحبيبات ديال الشوكولات، ممكن تزينوهم باللوز ايفيلي او تخليوهم غير هكاك، كيبقى لكم الاختيار. وهنا هما لي مادلين ديالنا فاش طابوا، شوفوا الشكل ديالهم كيجي طالعين، صراحه راه كيجيو رائعين، والمذاق ديالهم كيجي خطير زوين بزاف. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. وهذا هو الشكل النهائي في طبق التقديم. هانتوما شوفوا كيجيو. هنا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا واحد كي كتجي حتى من الداخل. هانتوما شوفوا كي جايه طالعه، صراحه راه كيجيو ناجحين 100%. هانتوما شوفوا كي جايين من الداخل، جايين قطنيين ومعلكين. وصلنا لنهايه الفيديو، وحتى لهنا كنقول لكم شكرا لكم على المشاهده ديالكم، وكنتمنى لي مادلين ديال اليوم يكونوا عجبوكم ونالوا الاستحسان ديالكم. وكنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.